اليوم خص الشباب ديال المغرب يعرفوا على ان هذه الحكومه هذه جات باش تخلي فقط شركه او شركتين هما اللي كيشتغلوا في المغرب، اللي هما الشركات ديال السيد رئيس الحكومه والشركات ديال الاصدقاء ديالو واللي معاه اعضاء في الحزب، واللي هما الشركات اللي كتحتكر تقريبا 90% من السوق المغربيه. بقات واحد 10% فيها الشركات المتوسطه وفيها الشركات الصغرى وفيها المقاول الذاتي. قانون الميزانيه ديال 2023 جا باش يقضي تماما على هذه الفئات هذه، جا باش داك المقاول الذاتي اللي يلاه شاب باغي يبدي حياته، اما في مقاوله لاصلاح بعض الالات، اما في مقاوله للتصوير، اما في مقاوله صحفيه صغرى، اما في مقاوله فلاحيه صغرى، اعطوهم ونزلوا عليهم بضرائب اللي ما غادي تخليهمش نهائيا يطلعوا الراس. بالنسبه للمقاولات المتوسطه وهي المقاولات اللي كتضم على الاقل واحد ما بين 10 حتى ل 20 اجير، هذه المقاولات حتى هي اولا ما بقاتش كتلقى راسها في سوق انعدمت فيه المنافسه، بالاضافه الى الزياده المجحفه في الضرائب اللي نازلين عليها، وانعدام اي استثمارات حكوميه كتساعد لا هاد الشركات المتوسطه ولا الشركات الصغرى ولا المقاول الذاتي اللي اغلبيه الفئات اللي لجأت ليه هي الشباب اللي ما لقاش وظيفه عموميه، اللي ما لقاش بلاصتو. واليوم هناك محاوله للقضاء عليه، كما شفنا الحاله ديال بعض المقاولين اللي كانوا كيترزقوا الله بداك المنتوجات اللي كتجيهم على برا وعن طريق البيع الالكتروني. تم القضاء عليهم تماما باش تبقى الشركه وحده اللي هي شركه اللي مقربين من رئيس الحكومه هي اللي كتشتغل وحيده ومحتكره للسوق المغربي. حول السؤال ديالكم متعلق بمشروع قانون الماليه ديال 2023 واللي المغاربه اليوم كيناقشوه بحده لان حسوا على ان هناك خطر كيتردد عليهم، خصوصا على الطبقه المتوسطه والفقيره اللي باغي نوعي به المغاربه. اليوم نحن امام شركه او حكومه اللي كيترأسها واحد من اللوبيات الاقتصاديه الكبرى في قطاع المحروقات، وهو وجه للوبي اقتصادي كبير كيتحكم في القطاعات الاقتصاديه الكبيره في المغرب. وقانون الميزانيه جاب اعفاءات كبيره لهذه الشركات الكبرى وجاب امتيازات كبيره لهذه الشركات الكبيره. اذن بالمقابل بقى واحد الفراغ كبير في الميزانيه، خصهم يقلبوا منين يغطيوه ملي هما عفاو وعطاو امتيازات للشركات الكبيره، بالاضافه الى ان الضريبه على الثروه ما داروهاش كما كان قال مجموعه ديال المؤسسات، كذلك الضريبه على او الزياده في الضريبه على قطاع المحروقات كما وصى بذلك مجلس المنافسه ما داروهاش وداروا عليها عين ميكا. وبالتالي بقى واحد الفراغ في الميزانيه، واحد التقبه كبيره. هذيك التقبه قررت الحكومه باش انها تقضي على الطبقه المتوسطه، وبالتالي قررت على انها هذا الفراغ اللي بقى في الميزانيه يعوضوه المحامون ويعوضوه المهندسون ويعوضوه الاطباء ويعوضوه كاع ابناء الطبقات المتوسطه والمهن الحره. عليها اليوم كنلاحظوا على ان شارع محمد الخامس في الرباط مليء بالاحتجاجات لا تتوقف من جميع القطاعات، من العدول، الموثقين، الاطباء ديال الاسنان، المحامون، جميع القطاعات، لانهم كيقولوا بانه ما يمكنش ان الشركات الكبيره اللي كتربح الملايير على ظهر المغاربه تعفى وتعطاها امتيازات، في حين ان الطبقه المتوسطه واللي عنده اغلبيه المهن عندها علاقه كبيره مع المواطنين انها هي تنزلوا عليها وتقلوا الكاهل ديالها، لان في الاخير شكون اللي غادي يأدي المواطن. والهدف ديال رئيس الحكومه شنو هو اللي خصو المغاربه؟ الهدف هو اننا نوليو بحال بواحد مجموعه ديال الدول كالبرازيل مثلا، ان كاينين طبقتين، الطبقه اللي هي فيها الاغنياء واللي هي فئه قليله كتمثل في واحد 1000 عائله، والباقي طبقات مسحوقه كتنتظر الدعم من طرف رئيس الحكومه عزيز اخنوش، واللي غيولي هذا الدعم كيمشي لشراء ولاءات سياسيه، وغادي يبقاو هاد الناس حاكمين البلاد الى الابد. لهذا اليوم اظن ان معركه الطبقه المتوسطه ومعركه المهن وعلى راسها
مهنة المحاماة هي معركة وجود، لأن اليوم كل شيء مهدد باش يهبط للطبقة المعوزة ويولي كينتظر في الطوابير وفي الصفوف المساعدات. هذا علاش كنظن على أن الموقف اللي داروه واحد المجموعة ديال القطاعات وعلى رأسها قطاع المحاماة البارحة برفض هذاك الاتفاق اللي دار مع رئيس الحكومة ومع واحد الجمعية كتعتقد نفسها كتمثل المحامين، بأنه موقف سليم. لأن اليوم اللي كيكتوي بنار هاد الضرائب على هاد المهن هو المواطن. الإشكالية أخرى شنا هي أنه اليوم هناك مخطط لمنع المواطنات والمواطنين من اللجوء إلى القضاء، في حين أن دستور المملكة في الفصل ديالو 118 و 120 كينص صراحة على أنه لكافة المواطنين الحق باش يولجوا مجانا إلى القضاء باش يدافعوا على الحقوق ديالهم، وأن عندهم الحق في الدفاع وعندهم الحق في المحامي. هذه حقوق كتعتبر من حقوق الإنسان العالمية والكونية. اليوم هذه الحكومة باغا تبعد المواطنين من اللجوء إلى القضاء، ومن اللي غادي تغلي السومة باللجوء إلى المحامي فإن خليتي ذاك المواطن تالف، وما بقاش الولوج المستنير إلى العدالة، وإنما ولا ولوج ديال مواطن ما كيعرفش فين يمشي وما كيعرفش كيفاش يدافع على الحقوق ديالو. وهذه هي المعركة اللي خصو يكون المواطن واعي بها، لأن كاينه واحد الإشاعة كتدور أن المحامون ما باغينش يخلصوا الضرائب وكذا باش يفصلوا المحامي على المجتمع، في حين أن الحقيقة هي أنه هناك مخطط لإبعاد المواطن عن المطالبة بحقوقه المهضومة. من اللي غادي يجي شي مفسد ياخذ الأرض ديال شي مواطن ما عندوش الفلوس الكثيرة باش يلجأ للقضاء غادي يكمدها ويسكت. ملي المرأة اللي ما عندهاش مدخول كيعنفها الزوج ديالها وكيتكرفص عليها ما غيبقاش عندها كيفاش تلتجأ إلى المحامي، لأن المحامي غتولي المصاريف ديالو غالية، لأن ذاك الأجير اللي هاد الشركات الكبرى كتخطط باش تطردهم من العمل ما غيبقاش عنده القدرة أنه يلجأ إلى المحكمة، لأن المحكمة المصاريف المحامي اللي كان عادة كيدافع على الأجراء وعلى المطرودين والمهضومة حقوقهم بأثمنة متوسطة وأثمنة بخسة تراعي قدرتهم الشرائية، اليوم ما غيبقاش داك الشيء وغيوليو تكاليف باهظة. إذا غيضطر المواطن إما يكمدها، إما أنه يلتجأ إلى السماسرة ديال المحاكم ويلتجأ إلى كتابة مقالات شخصية، وهذا الأمر اللي كيهدد الحقوق ديال المواطنين باش تضيع. وهذا علاش المحامين رافضين رفضا تاما أنهم يتحولوا من رسالة إنسانية للدفاع عن حقوق المواطنين إلى مجرد جامع جبايات للخزينة ديال حكومة عزيز أخنوش. وكنظن هذه هي المعركة، والمعركة معركة وجود، إما أن يكون المحامون فيها إما أن يندثروا إلى المتابعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد. إلى اللقاء.